عمرك قابلت ست مهما الدنيا لفت بيها تفضل واقفة على رجليها؟ ست بتعدي بعواصف وتخرج منها أقوى؟ في علم النفس ده مش حظ، دي تركيبة نفسية وراها أسرار. تعالي نغوص جوه عقل وقلب الست القوية ونفهم هي ليه كده، وإزاي أي واحدة تقدر تبقى زيها. صفات الست القوية نفسياً: فاهمة نفسها كويس، عارفة نقاط قوتها وضعفها، ومش بتخاف تواجه نفسها. الست القوية مش بتنكر مشاعرها، بتعترف بيها وتتعامل معاها. عندها حدود واضحة، مش أي حد يدخل حياتها أو يفرض عليها حاجة. كلمة لأ عندها مش وقاحة، دي احترام لنفسها. مش بتتعلق بحد عشان تحس بقيمتها، بتعرف تسعد نفسها سواء كانت مرتبطة أو لأ. أنا كفاية حتى لو لوحدي. متصالحة مع نفسها، راضية بشكلها بظروفها وباللي عدى عليها. علم النفس بيقول القبول هو أول خطوة للقوة النفسية. القوة دي بتتكون إزاي؟ 7 دقايق. 1. الطفولة والتجارب اللي عدت بيها. اتربت على الثقة ولا على الخوف والنقد؟ مثل بنت من وهي صغيرة متعودة تسمع انتي شاطرة وأنا فخورة بيكي، بس بنت دايماً بتتقالها غلط، مش كده، اسكتي. قرارات صغيرة يوم ورا التاني، كل قرار بتاخده بيبني شخصيتها. لما تختار تواجه، تطلب حقها، تعتني بنفسها، دي قوة بتكبر جواها. 3. الأزمات بتصنعها، كل أزمة عدت بيها علمتها حاجة. فقدت شغل، سابت علاقة، اتخذلت، بس كل مرة وقفت. الفرق بين القوة الحقيقية والمزيفة: في ستات بتتصنع القوة، صوت عالي، عناد، تحدي. لكن الست القوية فعلاً هادية، حكيمة، وبتعرف إمتى تتكلم وإمتى تسكت. مش بتخاف تبكي، بس عمرها ما بتنهار. حاجات يومية بتخليكي أقوى. 1. تسمعي نفسك، كل يوم تسألي أنا زعلانة ليه؟ بتصرف كده ليه؟ أنا محتاجة إيه؟ 2. تكتبي يومياتك، الكتابة بتخليكي تفهمي نفسك أكتر، تطلعي اللي جواكي. 3. تختاري الناس اللي حواليكي، الصحبة بتفرق، اللي حواليكي ممكن يرفعوكي أو يهدوكي. 4. تطوري من نفسك، تقري، تتعلمي، تجربي جديد، متوقفيش عند نقطة. حاجات بتضعف الست: تقارن نفسها بغيرها كل شوية، تجلد ذاتها عشان غلطة، تعيش على رضا الناس، تهمل نفسها ومشاعرها. قصص حقيقية لستات أقوياء. ليلى كانت في علاقة مؤذية وكل الناس قالوا لها استحملي، لكن هي قالت لأ، خرجت وعالجت نفسها وبدأت من جديد. سارة اتحطت في شغل هي مش حباه، يوم ورا التاني بقت مكتئبة، قررت تغير، اتعلمت، بدأت بيزنس بسيط، ودلوقتي مصدر إلهام لبنات كتير. القوة مش في إنك متتعبيش، القوة إنك تتعبي وتقومي. كل يوم، كل قرار، كل لحظة ضعف بتعدي عليكي هي فرصة إنك تبقي أقوى. اوعي تستهيني بنفسك، انتي ممكن تكوني أقوى من أي حاجة عدت عليكي. لو عايزين أكمل في السلسلة ده ياريت تكتبوا تحت فافة التعليقات عايزوا إبقى أقوى نسخة من نفسه، أو تكتبوا أنا شخصية قوية. وممكن تتكلموا على موقف حصلكم بين إيه انتم أشخاص أقوياء، وإن شاء الله هعرضه عندها في القناة عشان الكل يستفادوا. ياريت تدعمونا باللايك والشير، الاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، وكمان الصلاة على النبي في التعليقات. ودمتم بخير.